شلونكم متابعين الكرام؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة وعافية. تحياتي لكم. اكيد رجعنا اليوم فيديو جديد وحسب طلبكم. هواي ردتوا من عندي اصور منطقة دنيز واني اليوم بيها. الجو هالايام ما شاء الله اكو شمس، الجو حلو، فقلت انتهز الفرصة ونطلع نصور فيديو ونحكي وياكم. اولا تحياتي لكم، شكرا لتعليقاتكم الحلوة، الكلام الطيب، دعائكم لنا، كلام الصادق يعني من القلب. تحياتي لكم اكيد، وشكرا للطاقة الايجابية اللي اعطيتوني اياها. بصراحة انا كنت كلش شوية نفسية تعبانة، تعرفون واحد كان مشلب بامل وهالامل ضاع، فالامر صعب. هسه اليوم احكي لكم موضوع مهم، خلوه في بالكم. اذا كنتوا ناويين ترجعون تركيا وانتم مقدمين على اليو ان، موضوع الهجرة واللجوء انسوه تماما. اللجوء بعد ماكو، للعراقيين ماكو، للعراقيين اكو 1% فقط. اذا انت مهدد بالقتل وعندك اثباتات واوراق وامر محكمة وقرارات وفد اشياء تعجيزية يلا يخلوك تطلع. حتى بالخارج اليوم العراقيين بدأوا ينطوهم رفض وينطوهم مغادرات، وهذا الشي مو كلام انا قاعد اجيبه من جيبي، هذا فالشي حقيقة. إذا تحبون دخلوا على قنوات هواية ناس مغتربين عايشين بهواية دول بالعالم دا يرجعون، منهم ألمانيا ومنهم بريطانيا ومنهم فرنسا وهولندا وهواية دول دا يرجعون العراقيين والسوريين همين. يعني هذول الفئتين. السوريين شوية أحسن، ممكن يقبلوهم ببعض الدول، أما العراقيين موضوعهم خلاص انتهى. ليش؟ لأنه الدولة العراقية تقول إحنا بلد آمن، ما بي مشاكل، ماكو حرب، ماكو طائفية، هذا الموضوع كله اللغة، فماكو حاجة واحد عراقي يطلع يطلب لجوء بكميات هائلة. ممكن يكون 1 2 3 4 هذول اللي عندهم تهديد قلت لكم بالقتل، مهددين، ممكن يخلوهم يطلعون، بس غيرها لا. فأنت عندك أولادك بالمدرسة، عندكم جامعات، رادين تبقون بتركيا، مشترين شقة من أهل اليو ان، عندكم عملكم الخاص، وهواية ناس عندهم ترى شركات وعندهم مصانع وبعدهم لحد الآن على اليو ان. نصيحتي لكم اغلق الملف، لا تتأخر أبد، لا تتورط بالورطة اللي احنا وقعنا بيها. شنو الورطة اللي احنا وقعنا بيها؟ احنا ما غلقنا ملفنا واحنا نعرف انه كلها رفض، كل هالناس دت الرفض. المفروض كان الواحد من البداية، وصراحة نصحونا هواية ناس قالوا انتو إذا يعني رادين تبقون هنا فترة وعندكم أشياء تردون تكملوها أو حابين تروحون وترجعون، ما يصير عليكم منع، عندكم شغلكم، عندكم هواية متعلقات، سدوا الملف وسافروا 3 أشهر، راح يعطوكم الأمنيات وتقدرون ترجعون بفيزا كأي فيزا كانت زين، تقدرون تكملون بيها أموركم. إحنا اللي صار ويانا إنه إحنا قلنا بلكي الله زين تمشي امورنا، يعني احنا مثلا عندنا فسفورة احسن من غيرنا، ممكن امورنا تمشي الحال، لكن الحمد لله والشكر على كل حال. فاني نصيحتي اليوم اللي دا اقول لكم اياها متابعين الكرام، لا توقعون بهاي الورطة اللي احنا وقعنا بيها. يعني احنا اليوم منتظرين استئناف وننتظر الاستئناف ايش وقت يخلص، يعني تخلص المدارس راح نرجع، من راح نرجع راح يعطونا منع ما بيها كل مجال، راح ينطونا منع 5 سنوات. زين هذا المنع ورا 5 سنوات لو ينشال لو ما ينشال، يراد لك محامي ويعني هواية امور تعرفون احنا يعني مارين بيها بحياتنا هنا بتركيا، ونعرف شنو صار ويا هواية عوائل. زين فالموضوع مالت الرجوع لهنا صعبة، خاصة اللي عنده متعلقات، اللي عنده اطفال، اللي عندهم مدارس. اهل المدارس هذولا ما محسوبين، يعني شوفوا 8 سنين 7 سنين الدارس هنا مدرسة ما ينحسب له شهر دارس بتركيا، ولا ينحسب له يوم واحد إقامة، ما عدا الدراسة الجامعية. هذولا ممكن يقدرون يرجعون لتركيا يعني، ومو بالسهولة، لأن تتصورون إنه هذا قبل يحصل على فيزا، لا، محامي وفلوس، والفلوس انتو تعرفون يعني مو فلس وفلسين، تعرفون انتو
موضوع هذه القضايا وشلون يصير بيها استغلال. زين، فهاي نصيحتي لكم، لا توقعون بنفس الورطة اللي احنا وقعنا بيها. بقى موضوع ثاني يعني لازم او حبيت اخذ رأيكم بيه، او انتو شو تقولون. هواي ناس دي يقولون سافروا لغير دولة، يعني مو موضوع يخوفونا من العراق، لا اكيد هو العراق يعني احنا وين كنا عايشين، مثلا كنا عايشين او مولودين بغير دولة، احنا قضينا عمرنا عايشين بالعراق، يعني موضوع العراق مو جديد علينا، لكن نعرف يعني اكو ظروف ممكن تكون صعبة، خاصة بدايتها. تعرفون احنا يعني يعني البدايات صعبة، مثل ما اجينا تركيا عشنا ايام صعبة كلش لحد ما قدرنا نوقف على رجلينا. اليوم الرجعة هم صعبة، فيا ريت اللي ممكن يقدر يعني ينطينا فكرة او يساعدنا، انه مثلا بعمل بمشروع يكتبونا مثلا في مكانات ببغداد نقدر نأجرها، او مكانات نقدر نلقى شقق مؤثثة اول ما نرجع. زين، لانه تعرفون اول ما نرجع صعب، ما نقدر نشتري اثاث ولا شوية، يعني الوضع المادي ما يسمح يعني نأجر من البداية بيت، لازم شوية نرتاح فترة بمكان وبعدين نفتر ونشوف إن إذا قدرنا نحصل مثلا شقة مناسبة مؤثثة. فأكون ممنونة من عندكم إذا رشحتونا مكانات نقدر بيها نحصل على شقة مؤثثة. صح هو الوقت ممكن بعد وقت لحد ما نرجع إن شاء الله على الصيف، لكن أفضل واحد حتى يقدر مثلا يرتب أموره، يشوف إمكانيته مثلا نحصل على شقة مؤثثة مدة شهر أو شهرين لحد ما نكمل مثلا أوراقنا، وبعدها ندور مثلا بيت للإيجار، نشوف شلون نقدر نحصل أثاث مثلا بأسعار مناسبة مستعمل، لأن أثاثنا هنا صعب شحنه للعراق، وهو هم يعني تعبان صار له سنين، فصعب نقدر نشحن الأثاث مالتنا العراق، تكلفة الشحن كلش غالية كلش غالية، فنبيعه ولو هو أسعاره كلش يعني الأثاث المستعمل بتركيا سوقه مو مثل قبل، أسعار كلش تعبانة، فنبيعه ونشوف هناك شلون نرتب أمورنا. فيا ريت يعني استعدونا بهذا الموضوع. ويمكن انتو شوية ضايجين، شوية اني مريضة فصوتي يعني حتى ما اقدر اتنفس، عندي التهاب حاد بالرئة والله. موسم هذا شوية اكو في فيروس، انتو همين الموجودين بتركيا دير بالكم على نفسكم، اكو فيروس كلش منتشر واني انصابت بيه. يا رب يعطيكم الصحة والعافية اكيد وين ما تكونون. اتمنى الجولة اليوم عجبتكم، المكان حلو والله والجو حلو، يعني حبيت اطلع هم اسوي لكم فيديو، هم شوية نغير جو. انتظر تعليقاتكم الحلوة وكلامكم الطيب والجميل، وانتظروني ان شاء الله فيديوهات حلوة جديدة ومنوعة من قناة يوميات الزمرد في تركيا. وشكرا لكم، وبالنهاية لا تنسون تخلون لايك للفيديو، شاركوا ويا احبابكم واصدقائكم بالله عليكم، ومع السلامة.